مساء الخير. النهارده عايز اكلمكم عن السلوك. ايه هو السلوك؟ طبعا احنا بنشوف في الشارع بلطجة كتير، وبنشوف امور محدش يرضى بيها، وكتير ناس بتعتدي على بعضيها بالاسلوب، وسواء يعني الشتيمة والسب والقذف، وبحاجات كتيرة مش حلوة. تعالوا نرجع في الاساس من البداية. طول ما انت قررت ربنا يكرمك ترتبط وتفتح بيت وتأسس أسرة، حاول على قد ما تقدر ان انت لما تربي اولادك وتجيبهم للدنيا ربيهم صح. ربيهم في مخافة الله الأول، ثانيا ربيهم على القيم والمبادئ، ثالثا خليهم يخافوا على نفسهم، وإن هم يجرحوا المجتمع أو إن يطلعوا إنسان أو ناس يعني مش أسوية. طيب أنت قررت خلاص ربنا يكرمك وتخلف وتجيب أسرة وتعلمهم وتكبرهم وتصرف عليهم ويتربوا حلوين وكويسين. طيب في التربية بقى، هنا في طبعا حاجات بتحصل كتير زي إنشاء صداقات، علاقات كتيرة مع ناس غير احنا ما نحبش ان احنا نكون معاهم. السلوك اللي انت بتشوفه في الشارع ده 85 منه مكتسب، و15% منه في الجينات. طيب هتقول لي ازاي في الجينات؟ هقول لك، هو العنف كده كده والتوتر بيبقى في الانسان طبيعي، لكن السلوك بيبقى مكتسب سواء عن فيديو بيتفرج عليه، واحداث متصوره وحد بيمثلها، وفي افلام كتيره، عن طريق التابلت، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق اي شيء بيشوفه قدام عينه بيقلده. وايه تاني؟ طيب التانية بقى، الصورة التانية اللي هو بيشوفه على الافراد على الطبيعة، يعني قصاده في الارض كده مثلا، هو شايف واحد بيشتم بيغلط بيسب، ممكن يتف على واحد، ممكن يعمل حاجات كتيرة مش حلوة. طيب ازاي انا امنع القصة دي؟ من البداية يبقى عندي ثواب وعقاب. لمين؟ لابني في البيت او لاسرتي عامة. انت قررت يبقى عندك ابن او بنت وعايز تربيهم كويس، يبقى هنا نربيهم صح، ونربيهم في تنشئه كويسه بعيد عن اي غلط وبعيد عن اي شيء يخليهم ان هو السلوك ده يتغير عندهم، بدل ما هم كانوا كويسين ومتربيين و او يعني فتره كده تلاقيهم انحرفوا. طيب انت تسال نفسك، طب انا ابني مثلا بيشتم ليه؟ طيب ابني صوته عالي ليه؟ طيب ابني بيغلط ليه؟ طيب انا ابني ما كانش كده. طب ازاي اخلي ابني يرجع كده؟ اولا في لازم يكون في رقابه من البيت، لازم يبقى في رقابه، انت رحت فين جيت منين، وبالذات لما يكون في سن المراهقه، لان سن المراهقه ده لوحده عايز قصه تانية. بس انت قاعد مع ابنك 24 ساعه، مثلا بتروح الشغل، هو بيروح المدرسه، بيخرج مع اصحابه، بيتفسح، بيروح يقعد مش عارف يلعب اتاري او يلعب مش عارف الحاجات الجديده اللي احنا بنسمع عنها دي.